وأخيرا اعتراف الإعلام الجزائري في أحد القنوات الخاصة وفي بلاطو رياضي يعترفون هذو هما الملاعب اللي نفسوا بهم المغرب. نشوفوا التفاصيل في هذا الفيديو، بقاو معنا. بسم الله وعلى بركة الله. محلل السيد مزنغيل ومشكل الملاعب هذا الموسم. مصطفى انا نصح لك معلومه، ما كاش مشكل ملاعب، كاين مشكل تسيير الملاعب. شباب قسنطينه عفوا اسمح لي خليني نفهمك حاجه باش نوروا الراي العام. على بالك لا بروغراماسيون دي ستاد اللي سوميز او سيكوريتير. كاين المشكل الامني، المصالح الامنيه هي اللي تقرر، يعني برئاسه الوالي le président de la commission هذه sécuritaire c'est le والي qui la préside. donc la plupart des والي refusent les stades. نعطيك معلومه واحده اخرى، الرابطه كتبت الولاد باش يجهزوا الملاعب بالاناره، باش يلعبوا الاضواء الكاشفه، باش يلعبوا لي ماتش نوكتور. certains ont suivi certains n'ont pas suivi. دونك المشكل عميق. شوف المنشآت هذو اللي نتباهوا بها باش ننظموا كاس افريقيا، شوف يعني ابار لو ستاد دو تيزي وزو كي اوبيراسيونال ماشي عيب. 5 جويي مغلوق، نيلسون مونديلا مغلوق، وتشوف يعني الاسباب اللي دفعت المسؤولين باش يغلقوها، اسباب يعني غير معقوله. يقول لك نغلقوا ستاد بور مودرنيزاسيون. ça veut dire les stades هذو ils étaient pas modernes ولا كيفاش؟ il y a une mauvaise gestion. il faut parler de mauvaise gestion. علاش؟ اسمح لي، علاش انا نعطي لك علاش ملعب تيزي وزو يقولوا العشب لا الى سيبورتي 18 ماتش العام اللي فات، 3 ماتش تاع ليكيب ناسيونال، 2 ماتش كوب دالجيري بلس 14 ماتش تاع الشامبيونا. قضا الشامبيونا نحاو العشب، عاودوا غرسوا عشب جديد والفريق الوطني دشن هذاك الملعب. على 5 جويي جوسكا مانتنون ما كاش. علاش نيلسون مونديلا il est programmé pour l'équipe nationale et il n'est pas programmé pour le CRB. c'est pas normal CRB يروحوا يستقبلوا في قسنطينه. وراهي لانتيغريتي دو لا كومبيتيسيون. ملاعب سيد مزنغيل ممكن كذلك ملاعب القليعه، ملاعب رويبه. اسكو نوليو لو سيكوريتي؟ اسكو شاف الدائره تاع القليعه، اسكو الوالي دو بليده اكسبت دو ريسيفوار دي زيكيب كي سون با دو بليده ولا كي سون با دو قليعه؟ شفنا 2 فوا المولوديه واليسما رفيزاهم في شاكر. بمعنى هذه الملاعب تصبح متاحف نخلوها. فوالا جوستومون. ملعب لماذا قمنا بتشييد الملاعب؟ حتى تستقبل المباريات. نظن ان كاين يا بوكو دانترفونون، تدخلات كثيره. نعم، تدخلات كثيره في تعيين هذه الملاعب او تجهيز الملاعب وتحضير الملاعب، لان الملعب اللي يصنف انه ممكن ان يستقبل مقابلات تاع، لازم تتم تصنيف الملاعب. من وراهم الملاعب اللي ممكن تلعب فيها المقابلات تاع المستوى الاول والثاني. على الاقل يكون عندك هذا لاكارت دي ستاد اللي كاين، وكذلك تدخل تاع المسؤول يعني على في الوزاره، باش نهضر على الوزاره الرياضه، ولكن الوزاره الاولى ممكن يعني تتدخل في هذا الامر هذا باش الولات ما يمنعوش اذا كان ملعب امر غير طبيعي صراحه باش يستقبل مقابله كره القدم. هذا بنيه لهذا الشيء. مش معقول انه يكون رفض ديال ممكن تقول انت نستقبل ولكن بدون جمهور، لان فيه ربما تخوف من ديباسمون. شباب الوزداد فر من ملعب 20 هوت الى قسنطينه، لان في ملعب 20 هوت العشب الاصطناعي ما يساعدش. انا عندي معلومات الكثير من لاعبي شباب الوزداد خرجوا باصابات بعد اللقاء الجوله الاولى من نادي ولكن هذا المشكل هذا تاع تحضير وتجهيز الملاعب، هذا لازم من المسؤول على الملعب، من المسؤول على، مانيش نهضر لك مسؤول يعني على الملعب شكون يستقبل فيها وما يستقبل فيه، ولكن هذا لو غازون ارتيفيسيال هذا شكون اللي مسؤول على لا ريفليكسيون هذايا؟ ولا اذا كان الملعب تابع البلديه زائد لا يا بيجي سيكتوريال كي سوكيب دو تو لي ستاد. كاين برنامج في وزاره الرياضه تاهيل الملاعب.
لماذا لم يفعل؟ لا رينوفاسيون لا لماذا لم ريستوراسيون يفعل؟ دي شفنا الكثير من الملاعب تاع العشب الاصطناعي هذا الموسم صراحه ولهذا لازم المسؤول تحدد المسؤوليه يطرح السؤال لماذا ما جهزتوش هذا الملعب لكي يكون حاضر. مي الشيخ سمح لي كاينه حاجه تغيظني انا نقولها، انا وين يغيظني الحال باسكو انت تكلمت على الملاعب، انا جوري ايمي نتكلموا على ان بروبليم ايبينو، على بالك باللي العام هذا رغم تسقيف الاجور كيفاش تسعى بطوله تحترم فيها القوانين؟ ديجا قبل بدايه البطوله ما احترموش القوانين. معليش لا نبقاو في الملاعب قبل ما نتحولوا، نبقاو في الملاعب ونتحولوا. معليش بديتها مصطفى معليش. لحظه تجربه ناجحه في ملعب تيزيوس، لماذا لا تعمم هذه التجربه الناجحه في بقيه الملاعب؟ لماذا الملاعب الاخرى ما مشاش كما ملعب تيزيوس وملعب الجد؟ شوف ملعب تيزي وزو ديجا على بالك باللي مشكل لي نوفو ستاد هذا كاين ان بروبليم اونتر المينيستير تاع لابيتا وزاره الرياضه. دونك تو برون ستاد تاع الدويره صافي ميم با شهر اللي داروا لا باساسيون دو كونسيل تسليم المهام. كي تسليم المهام ومن بعد لازم لك شركه مختصه في تسيير هذا المنشاه. حنا في تيزي وزو اون ا ريوسي علاش؟ باسكو جوست ابري تسليم الملعب من طرف وزاره السكن الى وزاره الرياضه. لا دي جي اس دو تيزي وزو ا كري اون ايبيك سبيسياليزي دون لا جيستيون تاع عندها اون اوتونومي دو جيستيون. ميم لا بلاتفورم تاع لي فونت يدخلوا لا كيس تاع ليبيك، ما يروحوش لا بلاتفورم ناسيونال كيما لي زوتر ستاد وين لي كلوب الان 2 ans ابري نون با ريكوبيري لور دروا. فهمتني؟ انا واش حبيت نقول لك يا رحم بابك كي نتكلموا على الستاد نتكلموا على منظومه كامله. انت درت قانون تسقيف الاجور، هكذا درت قانون تسقيف الاجور ياك جوري ايمي نبقى فقط في الملعب ونشوفوا الصور. كذلك مصطفى علاش؟ باسكو هذه صور تاع اللقاء نادي بارادو اتحاد الجزائر حوالي 25 دقيقه واللاعبين فوق ارضيه الميدان في ظلام دامس تقريبا نصف ساعه تحت اضواء سيارات. صراحه احنا تاسفوا. خليني نعطي معلومه انا في نعطيها لقاء في الرابطه المحترفه الاولى وين حتى تزيري بلال مدرب نادي بارادو قال لك انا كنت في بنك الاحتياط ما كنتش نشوف الكره وين راهي. تكلم مع الحاكم والمحافظ قال لك انا ما عنديش مسؤوليه، انا ما نتحملش المسؤوليه. نشوف الصور صراحه صور اللي للاسف انها تناولتها الكثير من وسائل الاعلام الدوليه للاسف لان احنا عندنا ملاعب جميله وعندنا صور جميله. شفنا 5 جويليه قسنطينه عنابه تيزي وزو وهران ملاعب وبراقي ملاعب جميله، ولكن للاسف صور ملعب الدار البيضاء لقاء نادي بارادو صراحه انا مؤسفه للغايه وتسيء للكره الجزائريه في ظل الوقت اللي كان الناس تتحدث عن تسويق البطوله. نعم، هو يعني حتى المجهودات كبيره بذلت الدوله بذلت مجهودات كبيره بكل صراحه. يعني عندنا ملاعب 5 و6 ملاعب يعني مقبولين يعني بكل صراحه، ولكن هذا حتى يولي يدخل لك الشك لماذا واش صرا واش راهو يندار باش كل هذه الملاعب هذا في وقت انطلاق البطوله كلهم ما كان حتى ملعب جاهز. تتساءل لماذا واش صرا؟ يعني انا الى حد الان ما فهمتش، لان السؤال البدائي اللي يطرح انا نعرف راني مسؤول، نعرف باللي هذا الملعب هذا كيما راهو دون 2 موا دون 2 موا دمي دون 3 موا الشامبيون راح يبدا، لازم يتعاود البساط لازم يتعاود. واذا كان ما فيش الاضواء الكاشفه نعمل الاضواء الكاشفه. هذا واجبي انا لازم نقوم به. اذا كان ما عنديش الامكانيات نعيط حتى باش الناس كلها تعرف ان ما كان. انا نقول الصراحه يا اخوان اخواتي الكرام، ما عدا ملعب تيزي وزو ملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد، ما عدا هذا الملعب لا يوجد ملعب في الجزائر هم قايمين به، يعني يقوموا بالصيانه تاعو وراو يخدم. يعني ملعب نقولوا عندنا ملعب. الملاعب الاخرى فدائما يقول لك راهو مغلوق ما تقدرش تلعب فيه، ارضيه كارثيه. حتى الملاعب الجديده كان نيلسون مونديلا لاعب الدويره اللي لعب فيه مباراه مولوديه الجزائر ثم تم غلقوه، لم نفهم ملعب علي عمار صراحه، الا ملعب تيزي وزو اللي راهو دائما واجد صراحه. ما عدا هذا الملعب
فنقدروا نقولوا ما عندناش ملاعب كما قالوا هذا الصحفيين. كما تشوفوا هذا الاعلام او يعترف انه كيفاه ننظموا احنا كاس افريقيا ولا كاس العالم كما قال بعض، يعني لا نستطيع هكذا. هذه هي. اذا نتمنى الفيديو تاعنا اعجبكم، اكتبوا اراءكم في التعليقات. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو قادم بحول الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.